تخيل تتزوج من بنات أوروبا والمهر 0 دينار، لا مقدم لا مؤخر لا طلبات تكسر الظهر. هاي الدولة تعتبر من أفقر دول أوروبا، بنفس الوقت من أكثر الدول المعروفة بجمال البنات والطبيعة الهادية. مجرد تمشي بشوارعها راح تشوف الجمال الأوروبي الشرقي الحقيقي من ناحية البساطة والأناقة. وهناك أغلب العوائل ما عندهم فكرة اسمها المهر والتكاليف الخرافية مثل اللي عندنا. البنية تدور الرجال يحترمها ويوفر لها أمان واستقرار، مو ذهب وسيارات. والأحلى الزواج قانوني ورسمي ومعترف به بكل العالم. وهواي شباب عرب يروحون مجرد سفرة وتغيير جو، وبعد كم شهر يرجعون وهم متزوجين، لأن هناك ال$100 عندهم ثروة. والأجمل بعد الزواج مستعدة تسافر وتعيش وياك بأي مكان بالعالم. الدولة هي مولدوفا، دولة بشرق أوروبا مو من ضمن الشنغن، يعني الفيزا مالتها أسهل من هواي دول أوروبية. باختصار جمال، هدوء، تكاليف ما تجيب ربع غرفة العروس اللي عندنا. ها شو تقولون؟ تسوى الواحد يجرب ويزور مولدوفا لو تبقون على بنت البلد؟ كنت وياكم أني خالد الشهيد.